السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، يوم كله بركة وطاقة ونشاط. نبدأ يومنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لو انت أول مرة تزوري قناتي ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اللهم صل على النبي. النهاردة يوم السوق بتاعنا، يوم كده بنملى بيتنا بيه خير وبنجيب كل اللي بنحتاجه من الألف للياء. طبعا لو عندك حاجة في التلاجة أو في البيت مش بتجيبيها، ولو ما عندكيش الحاجة اللي ناقصاكي بتجيبيها. ده يوم التلات عندنا سوقنا هو التلات. جبت كده، أنا كنت مفرزة قفصين طماطم، عاملاهم صلصة حطاهم في الفريزر في علب كده. فمش بحتاج طماطم غير للسلطة. كده جبت كيلو طماطم، وجبت كيلو خيار. يعني كيلو الطماطم ده كان ب5 جنيه، وكيلو خيار كان ب20 جنيه. وجبت 5 كيلو من البطاطس. البطاطس دي كانت ل2 كيلو ب25. وجبت عنب، ده كيلو ونص عنب. الكيلو كان ب30. يعني الكيلو ونص كان ب45 جنيه. الأسعار إلى حد ما نزلت شوية. كان العنب دوت كان ب70 أول ما طلع، يعني أو ظهر في الأسواق. كان بقى ب70، وبدأ ينزل بقى ب60 وب50 لحد ما وصل ل30. وده تين. التين لسه زي ما هو سعره عالي ب60 جنيه. أنا جبت نص كيلو بس، النص كان ب30. زي ما انتوا شايفين جميل، مش مفيهوش أي حاجة. هو نص كيلو بس، محدش بياكله إلا أنا. اولادي ما بياكلوهوش، وبعدين انا عندي طفلين واكلهم يعني برضو بسيط، مش زي الناس الكبيرة. وجبت كمان نص ليمون. النص ليمون ده ب10 جنيه. وجبت لهم كمان بوزة، لو انتوا تعرفوا البوزة الشرقي. جبت لهم ب10 جنيه بوزة. وجبت سمك كمان. انا كان عندي بتنجان وكان عندي فلفل، فمحتاجتش ان انا اجيب. السمك دوت كان ب80. جبت الكيلو ربع ب100. زي ما انتم شايفين جميل جدا. ده سمكة بلطي او مشط على حسب ما بتقولوا يعني في بلدك. وده كان تفاح، كان ب25 الكيلو. جبت برضو كيلو ونص ب37 ونص. زي ما انتم شايفين كده. الفاكهة كلها جميلة، والأسعار جميلة برضو. لا هي غالية أوي ولا هي رخيصة. ربنا يرخي بيت المسلمين يا رب. أنا كده جبت طبق مليته مية بغسل فيه الفاكهة بتاعتي وأطلعها على مصفى. لو وصلت معي لحد هنا في الفيديو، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو بنزله، ونكبر مع بعض وعيلتنا تكبر. واي فيديو او اي روتين انا بعمله او اي طبخة او اي نبتكر مع بعض ازاي تحافظي على بيتك، وازاي تعملي ميزانية ما تحوكيش ان انت تستلفي، او وهتاكلي كل اللي نفسك فيه وهتجيبي كل اللي نفسك فيه وتكفيكي لحد اخر الشهر من غير ما تستلفي من اي حد. كده انا شطفت الفاكهة وحطيتها كده في المصفى. وبعد كده مليت الطبق تاني شطفته ومليته. وهغسل الخضار. وكده هحط في كل مصفى او كل طبق فاكهة عندي، نوع من الفاكهة. وهنظم التلاجة زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. ده اليوم اللي بيملى بيتنا خير وبركة. يوم السوق اللي تملي بيتك. يعني اعتبري ان اليوم دوت هو اللي بيجدد معاكي الحياة.
تجيبي خضارك بقى وفاكهتك وسمكك و اي حاجة. السوق مليان، لو اي حاجة تحتاجيها. في ناس، انا اعرف ناس يعني بتاخد معاها فلوس تقضيها لحد الملح والكمون والسلك والشعرية والمكرونة. بس انا عشان عندنا العطار جنب مننا فما بنحتاجش ان احنا نجيب كل ده من السوق. بنجيب على حسب الطلب. كده انا خلصت غسيل الفاكهة والخضار. آه كده هغسل السمك وانضفه للقلي. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، انا بشيل الزعنف اللي فيه وبنضفه كده، ولازم اعمله كده بالمقص اللي هو اشيل القشور اللي فيه دي، علشان ده للقلي. لو للشوي انا مش هشيل اي حاجة منه، غير بس ان انا هفتح بطنه وانضف بطنه بس، واغسل الخياشيم بتاعته. لكن ده عشان للقلي هنضفه، هشيل حتى الخياشيم وهشيل كل حاجة فيه، مش هسيب اي حاجة فيه خالص. زي ما انتوا شايفين كده خليت بطنه نضيف خالص، ما ينفعش يكون في اي حاجة. معلش يا حبيبي لو كنت اتأخرت عليكم بالفيديو دون، بس انا كان عندي ظروف النهاردة، فكان عندي حد في العمليات، فما قدرتش ان انا امنتج الفيديو وانزله. انا كان المفروض نزلته من بدري، انا مخلصة ترويق المطبخ وسوق وكل حاجة على الظهر، وطبيخ كمان، واتغدينا. وكان المفروض ان انا انزل الفيديو اول ما خلصت، بس للاسف حصل زي ما قلت لكم، انا اخويا كان في العمليات. ربنا يحفظه ويحفظنا جميعا، يحفظ اولاد المسلمين. وما عرفتش ان انا انزل الفيديو على طول. كده يا حبيبي هخلص السمك كله بنفس الطريقة. هو كيلو وربع السمك ده عمله معايا 9 مشاط، لا يا ربي 7. هو لا كبير أوي ولا صغير قوي، بس اهم حاجة السمكة تكون صابحة وجميلة. ازاي تعرف ان السمكة صابحة؟ تفتحي كده الخياشيم، حتى شوفوا كان في بطروخ، تفتحوا الخياشيم بتاعتها تلاقوها لونها وردي، اللي هو البامبي. ما تكونش ده كده سمك مش ردة سوق، مش مخزون، يعني مش كان في السوق في اليوم اللي قبليه وما اتباعش، فجم بقى حطوا عليه تلج ودخلوا التلاجات وتاني يوم باعوه. شايفين هو اللحم بتاعه زي ما شفتوا في اول الفيديو وانا بنضف معاكم البطن كان ابيض. لو السمك دوت مخزون او ردة سوق، البطن بتاعه بيكون اسمر، والخياشيم بتاعته بتكون آه، لونها كده مغمق، اللي هو مدي على بني، ما بتكونش فاتحة ولا بتكون لونها وردي زي ما قلت لكم. زي ما انتوا شايفين برضو السمكة نظيفة فيها بطروخ. و السمك النظيف بيبان عليه، بتلاقي دايما السمكة بتلمع قدامك. ودايما لما تيجي تختاري ما تختاريش السمكة اللي راسها كبيرة، دايما تبصي على السمكة اللي جسمها كله يعني لها ظهر وملهاش بطن. يعني ما تكونش السمكة كلها سوا بعضها، الراس قد الجسم، لا، اللي راسه كبيرة دوت بيكون يعني السمك ذكر. انما النتاية دي بتكون معسلة وجميلة، وحتى بتكون راسها صغيرة. زي ما انتوا شايفين انا الراجل حطلي واحدة بس اللي هي السمكة الذكر، هتلاقوا راسها هي الكبيرة. يعني لو لاحظتوا في بداية الفيديو لما وريتكم السمك، آه كان في سمكة راسها كبيرة، هي دي المفروض ما تجيش في السمك انت بتختاريه. الافضل تنقي كله راسه صغيرة، ده بيكون افضل سمك واحسن سمك. كده انا رشيت ملح وعصرت ليمون على السمك، وهنا الستاند وقع مني بالتليفون، وغسلت كده المواعين بتاعه السمك، لان ما ينفعش تسيبي اي زفارة. حتى شوفوا غسلت الحوض برضو
ما سبتوش اللي هو قلت مثلا لما اجي اغسل المواعين وكده، لا. زي ما انتوا شايفين انا خلصت تنظيف سمك. رحت جاية غسلة الحاجات اللي كنت بنضف بيها، زي السكينة والمقص والطبق اللي كنت بنضف فيه، وغسلت كمان الحوض. كده هنطبخ مع بعض الرز. هنعمل رز بالشعرية. حطيت شوية زيت في الحلة، و حطيت شعرية وحمرت الشعرية. كنت انا نقيت الرز وغسلته وسبته يتصفى زي ما انتوا شايفين كده. عايزين يا حبايبي الرز ما يطلعش معجن معاكم، ولا تكون حباية مستوية وحباية نية، وبالذات يكون مفلفل معاكي بعد لما الشعرية تتحمر او الرز. لو تعملي حباية وحباية، تفضلي تقلبي بعد ما تحطي الرز الابيض، تفضلي تقلبي فيه لحد ما كله تحس انه كله اتحمص معاكي، او ما يكونش فيه ميه خالص. تكون باختصار كده يعني تحسي انت شوحتي الرز كله مع بعضه كده. وتظبطي القعد بعد ما تحطي القعد، تظبطي الحياء بتاعك. هتغرزي المعلقه كده في نص الحله، لو وقفت يبقى الايه القعد مظبوط. ماشي يا حبايبي. وبعد ما الرز يفور نهدي عليه علشان ما يلسعش مننا. كلنا يا حبايبي شطار، بنعرف نعمل الرز وبنعرف نعمل كل حاجة. هنا كمان عملت الدقة او التخديعة بتاعت السمك، المية بتاعت السمك. فرمت كده كله مع بعضه، لان الاولاد ما بيحبوش التوم ولا الفلفل يكون باين فين في في مية السمك. مسكته كله كده في الخلاط مع بعضه. شايفين الرز مفلفل ازاي حبايبي؟ عشان الطريقه اللي انا قلتلكوا عليها. وبعد كده قدحت الزيت ونزلت الطماطم بالبصل، اسفه، الطماطم بالثوم بالفلفل. وسبتهم لما تسبكوا، وبعد كده زدتهم شويه ميه، وظبطت حطيت كمون وملح وفلفل اسمر، و ظبطت وكزبرة وظبطت الحقيقة. بعد كده بعد ما سبت الملح اخد في السمك، قليته، رمته بالدقيق وقليته زي ما انتم شايفين كده. هنتغدى، وبعد الغدا هنقوم نغسل المواعين. ما ينفعش نسيب مواعيننا بعد الغدا على الحوض. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، انا مسكت المواعين اغسل الكوبايات الاول. و كلنا شطار يا حبايبي. ولو وصلت معانا لحد هنا، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس، فضلا منكم وليس امرا. بس يا حبايبي علشان عيلتنا تكبر ويتكبروا القناة. انا زعلانة جدا 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 لان القناة دي مش متشافة. واتمنى ان هي تتشاف عشان تكون مصدر دخل ليا ان شاء الله. اكون عند حسن ظنكم، ونبقى اخوات مع بعض ونكون عيلة كبيرة، وفيديوهات تعجبكم وروتيناتي تعجبكم. ان شاء الله نطور من نفسنا. لو في اي حاجة مش عاجباكم حبايبي، يا ريت يا ريت يا ريت تكتبولي في التعليقات. انا لا هزعل ولا يعني هقول ان هما بينتقدوني ولا اي حاجة، لا بل بالعكس. اي حاجة انتوا شايفينها انا بعملها غلط، انتوا اخواتي الكبار، وممكن فيكم حد يكون عارف عني. ف يا ريت اللي عارف، اللي شايف ان انا بعمل حاجة غلط، يعرفني ايه الغلط من الصح. انا ما بزعلش خالص خالص، بل بالعكس انا اكون فرحانة ان انت قلبك عليا وعايزة مصلحتي، وعايزاني اكون شاطرة، واظبط من قناتي، اغير من حاجة انا بعملها غلط فغيرها تكون صح علشان قناتي تنجح. وكمان حتى لو ما عنديش قناة او بقدم محتوى، اخد الرأي دايما بيخليكي دايما انصح، بيخليكي دايما اشطر. ما تاخدي رأي ده وده وده. ممكن انتي ما يكونش عندك الدراية الكافية ان انتي تديري بيتك، فتتعلمي من غيرك. مش عيب ولا غلط ولا حرام انتي تتعلمي من غيرك الصح. في ناس مروا بتجارب، يعني ممكن تكون علمتهم، انتي ممكن ما تكونيش مرتي بالتجربة دي فما تعلمتيش كفاية. ده بيحصل مع ناس كتير.
وناس كتير بتقع في الغلط علشان ما عندهاش دراية او ادراك بحاجات كتير او ملمة بحاجات حواليها كتير. سواء كان في الأكل، سواء كان في تدبير بيتك، سواء كان في مشترياتك، سواء كان في حتى في غسيل الأطباق، المواعين، حتى في غسيل هدومك، حتى في تربية أولادك. دايما خليكي دايما تسمعي أكتر ما تتكلمي، تاخدي نصايح. أي حد عايز مصلحتك بيبان لما يكون حد عايز مصلحتك أو حد من نفسك. فلو لقيت اللي قدامك فعلا فعلا عايزة مصلحتك، فيا ريت تاخدي بنصيحتها، ما تكبريش وتقولي لا لا انا شايفاه صح. ومش اكيد اكيد مليون في المية بيكون في حاجات انت شايفاها غلط، فما تكبريش. اسمعي دايما نصيحة اللي اكبر منك. دايما في ناس قريبة منك عايزة مصلحتك، زي امك، زي ابوكي، زي جوزك، زي اولادك، فما تكبريش. يا ريت يا حبيبي لو عايزين ان انا اعمل فيديوهات للمشتريات بالاسعار، انا موافقة. اكتبوا لي في التعليقات. لو حضراتكم عايزيني كمان ان انا اعمل ميزانيات توفير في الشهر او في الاسبوع او اليوم حتى، انا ممكن ان انا اعمل لكم الفترة الجاية سلسلة من ميزانيات الشهر والايام والاسبوع وحتى ال10 ايام واليوم الواحد. فالله المستعان، وإن شاء الله طول ما احنا مع بعض نقدم محتويات جديدة، واشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد وكله بركة وطاقة ونشاط. ويا رب ما يقطع لكم عادة ولا يحرمكم مني ولا يحرمني منكم. اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا يا حبيبي، سبتكم في رعاية الله ودمتم في حفظ الله. مع السلامة حبايبي.